أهلا بيكم. دايما بنحس إن اليوم بيجري صح؟ كأن الوقت بيطير قبل ما نلحق نخلص اللي ورانا. فعلا، إحساس منتشر جدا. النهاردة بقى هنغوص أكتر في حوار مهم وصل لنا عن التحدي ده بالذات، يعني إزاي ندير وقتنا صح ونوصل لأهدافنا. المصدر اللي معانا هو نقاش بين مقدمة وخبير في تطوير الذات. امم موضوع حيوي بصراحة. بالظبط. خلينا نبدأ بالسؤال الأساسي اللي الحوار ده طرحه. ليه أصلاً إدارة الوقت دي مهمة قوي كده؟ هل هي مجرد موضة؟ لا، هي أعمق بكتير. الحوار اللي شفناه بيركز على نقطة أساسية، وهي إن الوقت ده الحاجة الوحيدة اللي بتروح ومش بترجع. صحيح، دي حقيقة. لكن الأهم زي ما الحوار أكد هو فكرة الوعي. يعني إزاي بنقضي وقتنا ده؟ الوعي ده هو اللي بيربط بين اللي بنعمله كل يوم وبين أهدافنا الكبيرة. بدل ما اليوم يضيع في حاجات مش مهمة لينا فعلاً. بالظبط. الحوار بيشدد إن المشكلة مش إن الوقت قليل، لا، المشكلة في إزاي بنتعامل معاه إحنا. النقطة دي بتقلب الطاولة على الشكوى اللي بنسمعها دايماً: أنا ما عنديش وقت. تماماً. فبحسب الحوار ده، القصة مش في عدد الساعات قدر ما هي في استخدامها بذكاء. الحوار قال إن وضوح الهدف هو اللي بيخلي ناس تنجز أكتر في وقت أقل. مظبوط 100%. كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، مفيش فرق. الفرق الحقيقي وده اللي الحوار ركز عليه هو إزاي بنستغل الساعات دي. طيب إزاي؟ إيه أول خطوة عملية اتقالت في الحوار ده؟ أول خطوة عملية مهمة جدا اتذكرت هي تحديد الأهداف بوضوح شديد. يعني إيه اللي فعلا عايز أحققه الشهر الجاي، كمان 6 شهور، كمان سنة. تحديد واضح. وبعدين الخطوة التانية اللي النقاش اتكلم عنها هي تفتيت الأهداف الكبيرة دي، نقسمها لمهام صغيرة محددة نقدر نعملها. ده بيشيل إحساس إن الموضوع كبير وصعب. مفهوم. يعني نحدد الهدف الكبير وبعدين نكسره لحتت صغيرة نقدر نتعامل معاها. بالظبط كده. الحوار كمان جاب سيرة أدوات زي جداول للمهام وكده، بس اللي لفت نظري قوي كان مبدأ 80-20، قاعدة باريتو دي. إزاي يتكلموا عنها في سياق الوقت؟ دي نقطة مهمة جدا وركزوا عليها كأداة عشان نعرف نفرز ونحدد الأولويات صح. إزاي يعني؟ الفكرة الأساسية اللي الحوار عرضها هي إن حوالي 80% من النتائج اللي بنوصل لها غالباً بتيجي من 20% بس من مجهودنا أو شغلنا. 80% من النتائج من 20% من المجهود، دي معادلة غريبة شوية. هي تبان غريبة بس منطقية جداً لو فكرنا فيها. الحوار شرح إن التطبيق العملي ليها إننا نقف لحظة ونسأل نفسنا بجد، إيه هي المهام القليلة دي، 20%، اللي لو عملتها فعلاً هتحقق أكبر فرق وتقربني أكتر من أهدافي. يعني نحدد الأنشطة اللي ليها أعلى مردود. بالظبط. الحوار شدد على أهمية إننا نحدد المهام المحورية دي ونركز عليها بوعي، بدل ما نغرق في تفاصيل كتير ومهام صغيرة بتستهلك وقتنا وطاقتنا من غير فايدة كبيرة. منطقي جدا، نركز المجهود في المكان اللي بيجيب أكبر نتيجة. بس الغريب بقى أو المثير للاهتمام إن الحوار متكلمش بس عن الشغل والإنتاجية. لا طبعا. لا، ده اتكلم عن حاجة عكسها تماما: الراحة. بصراحة كتير مننا بيحس بالذنب لما ياخد بريك أو يرتاح. إزاي الحوار ده عالج النقطة دي؟ عالجها كنقطة أساسية ومهمة جدا. الرسالة الواضحة اللي طلعت من الحوار كانت إن الراحة دي مش رفاهية ممكن نستغني عنها، لا، دي جزء أساسي من المعادلة عشان نقدر نكمل ونحافظ على أدائنا. يعني الراحة ضرورية مش اختيار. ضرورية جدا. النقاش وضح إن الشغل المتواصل من غير توقف ده يعني أكيد بيوصل للإرهاق، والإنتاجية والجودة بيقلوا. طب إيه الحل العملي اللي اتقال؟ قدموا مثال بسيط وعملي جدا: اشتغل بتركيز مثلا لمدة ساعة وبعدها خد راحة مقصودة ومخطط ليها حتى لو 10 دقائق بس. يعني راحة متعمدة. أيوة، الراحة دي مش وقت ضايع، لا، دي استثمار بتشحن بيها طاقتك تاني الذهنية والجسمانية وبتحسن تركيزك للمهمة اللي بعدها. تمام. يبقى لو حبينا نلخص أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من الحوار المفيد ده: أول حاجة نقدر قيمة الوقت ونزود وعينا بإزاي بنستخدمه. مظبوط، الوعي أولاً. تاني حاجة نحدد أهدافنا الكبيرة بوضوح ونقسمها لخطوات عملية صغيرة. تمام، التحديد والتقسيم. بعد كده نركز بذكاء على المهام اللي بتجيب أكبر نتيجة، يعني نفهم ونطبق مبدأ 80-20. بالظبط، التركيز على الأهم. وأخيراً
نفهم إن الراحة المخطط ليها دي وقود للاستمرار مش عائق. ممتاز. وكان في نصيحة أخيرة مهمة في الحوار للناس اللي حاسة إنها تايهة أو مترددة تبدأ. إيه هي؟ النصيحة كانت ما تستناش الوقت المثالي أو الظروف المثالية عشان ممكن ما تجيش أصلاً. ابدأ دلوقتي حالاً، حتى لو بخطوة صغيرة قوي، يعني خصص 5 دقايق بس في اليوم لهدفك. بس 5 دقايق؟ أيوة، الأهم إنك تكسر حاجز البداية. الزخم الصغير ده هتبني عليه بعد كده. شكراً جزيلاً على الاستعراض العميق ده والأفكار الواضحة دي. وبنسيب للمستمعين فكرة كده يفكروا فيها جاية من نقطة البداية الصغيرة اللي الحوار ذكرها دي. اتفضلي. لو التزمنا فعلاً بالخطوات الصغيرة اليومية دي واستمرينا عليها، تفتكروا إيه ممكن يكون الأثر التراكمي الرهيب بتاعها على المدى الطويل؟ يمكن بعد شهور أو حتى سنين. فكرة فعلاً تستحق